السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم مرة أخرى على القناة ديالي، فيديو جديد ووصفة جديدة. الوصفة ديال اليوم الحلوة من الحلويات اللي كان يعني نصايب بلاطوات ديال الطلبيات ديال الكليان ديالي. وهاد العام هاد الحلوة هادي انا دخلتها في بلاطويات ديال العيد ان شاء الله، وزوينه بزاف، غزاله، هي بريوه ولكن بواحد الشكل جديد. وبزاف د البنات اللي كتبوا لي، خصوصا واحد السيده كنظن 3 ايام ولا 4 ايام، يعني لحات عليا باش بغات تصايبها يعني في هذا العيد. قلت لها يعني عطيو لي غير الوقت غنصورها ان شاء الله معكم، مع ان يعني راها عندي يعني في الطلبيه. وقلت علاش لا اللي ما نصورهاش ونلبي الطلبات ديال المتتبعات او الرغبه ديال المتتبعات ديالي. هنا انا استعملت 500 غرام ديال اللوز، نص كونكاسي والنص غبره. بمعنى 250 غرام 250 غرام، انا كنشريهم هكا واجدين، سواء اللوز كونكاسي او اللوز غبره. وغادي نزيد واحد 150 غرام ديال المشماش، لان البريوات ديال المشماش بزاف الناس عجبوهم، يعني بديك التعليكه ديال المشماش وديك النسمه ديالو عجبت لهم بزاف، ودخلتهم حتى في هاد البريوات اللي على شكل سليلات. وغادي نزيد واحد 2 ساشيات ديال الزهر، حيت ما غاديش ندير الماء زهر، لان غادي نجمع بواحد المكون اللي هو سائل. على داكشي ما غاديش ندير ماء الزهر، ولكن درت 2 ساشيات ديال السكر اللي منسم بالزهر. درت واحد 4 حتى ل5 المعالق ديال الزبده مذوبه. وهنا زدت الحليب المحلى المركز، بغيتو ديروه ديروه، ما بغيتوش كتجمعوه بالزهر. هنا انا الكميه على حساب، انا غدا وكنجمع وكنزيد في الحليب المحلى المركز شحال، يعني كل مره كنزيد شويه حتى تجمع لي العقده ديال اللوز. يعني ما كاينش هنا عبار معين، كتبقاو كتزيدوا شويه بشويه. انا تقريبا خدا لي شي نص علبه، ديك العلبه اللي كيكون فيها 390 غرام، هذيك هي اللي درت، يعني درت نصها في هذه الكميه ديال اللوز. كنبقى كنزيد الحليب المحلى المركز حتى كتجمع العقده ديال اللوز، وكتولي بحال هذا الشكل هذا، كتكون معلكه بواحد الشكل. يعني ما نقولش لكم زوينه زوينه بزاف. هاد الحشوه هذه ممكن ديروها حتى في البريوه، كيف ما كنقول لكم دائما وشاركت معكم شحال من نوع ديال البريوات. المهم هنا من بعد ما تجمعت كنبدا انا هاد التكوار كنديرو غير باش يسهل عليا العبار، باش ملي نجي نعمر الورقه كيجيني ساهل. ما ممكن تاخدو غير واحد شويه بيديكم وكتخشيو يعني في ديك الورقه. انا هنا غادي نصايب غير واحد الكميه قليله باش نصور معكم، من بعد راه كنكمل انا على خاطري، حيت انا عندي كميه كبيره، عاد صورت معكم غير النص. هنا كيف ما قلت لكم كورت واحد شويه. هنا نتوما ممكن تكملوا الخدمه، كتجي الخدمه ساهله ملي كتديروا يعني خطوه بخطوه حتى كتساليو وكدوزوا لخطوه اخرى. هنا من بعد ما كورت اللوز وخديت الورقه، هنا الورقه استعملت فيلو، ممكن ديروا بريك، ولكن انا الصراحه شخصيا في هذه الوصفه هذه كنفضل فيلو حسن. هنا كنقطع الفيلو على شكل مربعات بحال هذا الشكل هذا، شكل يعني عشوائي، ماشي ضروري تولوها في التقطاع ديالها، لان ما حدها كتجي شويه هكا ديك لي بوين ديالها، كتجي مزيونه بزاف. غتشوفوا الشكل النهائي، راه شفتوها اصلا في البدايه ديال الفيديو. هنا انا كل ورقه كندهنها بالزبده والزيت مخلطين، كندير 4، ممكن توصلوها حتى ل5 ماشي مشكل. انا هنا درت فيهم كاملين 4 ديال المربعات ديال الورقه، وكندهن شويه بشويه، وراه ما كتاخدش الزبده بزاف، غير انا راه غير كنحط الصبيعه ديالي في الزبده غير واحد شويه وكنهزهم. وكنبدا كندهن وكنحط في المول ديال ميني كاب كيك. هنا القالب ديال ميني كاب كيك كيجي الحجم ديال الحلوه هو هذاك. ممكن تستعملوا، راه كاين واحد المول ان شاء الله راه صورت لكم به الكنافه. غادي يعني حتى هذاك ممكن ديروه. غير انا القوالب ديال ميني كاب كيك عندي بهم يعني بالزايد، على داكشي خدمت به باش نسالي دغيا. هنا كنبدا كندهن كيف ما قلت لكم 4 د الورقات، كنحط وحده على وحده، كل وحده كندهنها بالزبده والزيت، وكنبدا كنحطهم في ديك القالب ديال ميني كاب كيك.
يعني كنخشي الوسط باش تدخل، وكتجي مكرشه من الجناب، كتجي زوينه بزاف الشكل ديالها، الصراحه كتجي غزاله. هنا ممكن طيبوا حتى الورقه هكاك ساده يعني حتى تحمر، كتخرجوها وكتعمروها باش ما بغيتو، سواء المالح او الحلو. هنا كندير يعني كل بلاصه كندير فيها ديك شويه ديال اللوز، وكنضغط على داكشي قلت لكم في الاول، ماشي ضروري تكوروا، غير باش انا كناخذ العبار وصافي، وكنسهل الخدمه على راسي. كتكيو على ديك العقده غير بالصبع ديالكم كتاخذ بلاصتها. هنا انا درت كميه شويه صغيره ديال العقده، حيت غادي نزيد رقائق اللوز. هنا كناخذ واحد الكميه ديال رقائق اللوز اللي ما محمرينش من طبيعه الحال، يعني هكاك خضرين، وكنبدا كنزيد على كل بريوه اولا كل سليله، سميوها كيف ما بغيتو، كنزيد واحد شويه ديال رقائق اللوز. هنا ممكن ديروا حتى ديروا اللوز كونكاسي بحال اللي درنا في الحشوه لداخل، كتاخذوا حتى هو هكاك خضر وكترشوه من الفوق، ولكن برقائق اللوز احسن الصراحه، يعني في الاناقه احسن. اما في المذاق راه بحال بحال بجوج كيتحمروا وكيتقرمشوا. انا درت معكم واحد 4 الحبات غير باش نوري لكم الطريقه، وديك الساعه كملت انا الخدمه كامله. هنا من بعد ما ساليتهم كاملين كيجيو على هذا الشكل هذا، واخا ينشفوا ماشي مشكل، يعني على ما تساليو الكميه كيكونوا كيبانوا لكم بحال الا نشفوا، راه ما نشفوا ما والو، راه مدهونين مزيان بالزبده والزيت، يعني ما تخافوش. وهنا انا ضروري كنغطيها، علاش؟ حيت الا ما غطيتهاش غادي تحمر لي الطبقه، يعني الطبقه الفوقانيه والتحتانيه كتكون باقه. كنغطيها واحد 20 25 دقيقه، عاد كنحيد وكنخليها كتحمر. درجه الحراره ضروري تكون غير 170 باش يتشمعوا على خاطرهم، يعني ما تكثروا لهمش، ما تجهدوا لهمش الفران بزاف. من بعد ما تحمروا وهما سخانين، يعني يلا كنجبدوا المول من الفران، كنبداو كنخويو عليهم العسل اللي كانت قاصحه بزاف وما بغاتش تهبط لكم، بحال اللي كتسخنوها غير واحد شويه، كدفيوها يعني واحد 2 دقائق وصافي. صافي من بعد ما كتشرب العسل ديالها، هنا ملاحظه وحده، يعني غير تشرب العسل وتحيدوها وهي شويه دافيه، لان الا خليتوها حتى تبرد مزيان كيقصح ديك العسل وكتولي فوقاش ما هزيتو وحده كتلصق لكم واحد شويه ديال الورقه في القاع ديال المول. هذه يعني ملاحظه خليوها عندكم بين قوسين، الا وجدتوا هاد الحلوه هذه ضروري غير يتشرب تشرب الحلوه، تشرب العسل، تولي واحد شويه دافيه، تكون باقا دافيه كتحيدوها، لان الا جمد العسل راه صافي كتخسروها، يعني كتحيد ولكن الشكل ديالها من التحت كيتخسر. هذه هي الحلوه من بعد ما وجدت كتجي غزاله انيقه، يعني لا في الشكل ديالها ولا في المذاق، يعني شي حاجه اللي بريستيج بالمعنى الكلمه. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالكم ديال اليوم تعجبكم وتطبقوها، وإلا جربتوها نتمنى تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم عفوا على الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. شكرا لكم المتابعه الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله.